المشهد اللي بقول لحضراتكم عليه هو مشهد احتفت به القنوات الإسرائيلية وصفحة إسرائيل بتتكلم بالعربي. لأول مرة مؤتمر الطائفة الأحمدية في حيفا يستضيف مصريين ومغاربة. يلا خليها بقى إلى جانب الوفد الكبير من الأردن. الحاجات لما بتيجي ثلاثية بتبقى تقيلة كده. مصريين ومغاربة ووفد كبير من الأردن. لعنة الله على كل الخونة صبحا ومساء. هذه هي المرة 22 التي ينعقد فيها هذا المؤتمر تحت شعار السلام والأمان يبدأ بالبيت. الأحمدية طائفة صغيرة، دي صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، طائفة صغيرة الأحمدية يقدر عدد أتباعها ب20 مليون نسمة، مما يمثل نحو 1% من سكان العالم المسلمين، وتعتبر أقلية مضطهدة في دول عديدة. ولكن يتمتع الأحمديون في إسرائيل بحرية دينية وثقافية كاملة، حيث يقيمون صلواتهم في المسجد الأحمدي الوحيد في الشرق الأوسط. ما تبقاش عارف أكبر ألم في هذا البوست اللي هو 5-6 أسطر فين؟ في المصريين ولا اللي معاهم، ولا في المغاربة اللي معاهم، ولا في الوفد الكبير الأردني، ولا في الجامع الوحيد للأحمدية، ولا للاضطهاد، ولا كون إسرائيل بتروج نفسها ان هي الصدر الحنين؟ مش عارف حقيقة أنهي جزء هو ألم أكثر تأثيرا من أخوه بجد. يعني المشهد للأسف شارك فيه جنسيات عربية من الطائفة دي، مصريين ومغاربة والأردن. حكومات الشرف. شوف الفيديو. الجلسة السنوية التقليدية للعام 22 للطائفة الأحمدية، حيث ستجمع تحت سقف واحد كافة الديانات والمذاهب، وبجانبه يتواجد أمير الطائفة الأحمدية فضيلة الشيخ محمد شريف. فيحضر إلى هذه الجلسة لأول مرة من المغرب ومن مصر، وأيضا الآن نحن بانتظار الوفد الكبير من الأردن. طبعا اليوم الأول وهذا اليوم يبدأ من البرنامج باللغة العبرية، وسوف يحضر إخواننا من اليهود ومن الجيران ومن أنحاء البلاد، وسوف يكون هذا المحور الجلسة كيف النظرية الإسلامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم، أولا بداية بالأسرة والمجتمع وبالإقليم. ده شكله كده لسانه أردني، لسانه قال له اليوم الأول هيبدأ بالعبري مع أخواتنا وأهالينا، وبعدين نخش في العربي إن شاء الله بعد العبري. إذن الجلسة تحت عنوان حسن الجوار. نعم، تقريب القلوب، لأن العالم أصبح قرية صغيرة ولا بد من خطاب عالمي. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل هو الدرجة الأولى في الإحسان، لكن الإحسان أن تقدم مما عندك للآخر حتى نحسم الخصام والخلافات. يجب أن نصل إلى درجة إيتاء ذي القربى. هنا من مدينة حيفا التي تعتبر نموذج طيب للعيش والتعايش. كل يوم فاهم، تقوم تقوم واخد ضربة، تقوم من دي تقوم واخد دي. حسن الجوار وإيتاء ذي القربى. المصريين والمغاربة والأردنيين بيبحثوا ده من الطائفة الأحمدية في إسرائيل. دول عرب ومسلمين، ده اللي بيعملوه. ودايما تلاقي ناس امعات على دين الملوك، وانت عارف دين الملوك عامل ايه دلوقتي. ده في الوقت ده المسلمين بيعملوه، في الوقت اللي مارادونا قابل فيه الرئيس الفلسطيني وقال له انا قلب فلسطيني. الله وكيلك. Yo soy de corazón palestino. قلبي فلسطيني. وقبل مارادونا منتخب الارجنتين نفسه اللي لغى الماتش. واحنا رايحين نناقش حسن الجوار والاحسان وايتاء ذي القربى حقيقه مع ولاد العم، مصريين ومغاربه والاردن. تحيه ليكم جميعا، تحيه ليكم جميعا.
نفسي حاجه نكون اتفتحت وطلعت غلط، يا ريتها طلعت غلط.